أنا يوتيوبر مع آلاف وملايين اليوتيوبرز التانيين. كل واحد فينا مميز، كل واحد ليه قصته الخاصة، طريقة شغله، الجمهور اللي بيستهدفه. ممكن ما نتفقش مع بعض في حاجات كتيرة، لأن كل يوتيوبر شايف إن هو عنده السيكريت صاص أو الخلطة السرية بتاعته، اللي هو شايف إنها مفتاح الحقيقي للوصول في اليوتيوب. لكن الحاجة الوحيدة اللي أقدر أقولها وأنا مستريح وعارف إنه أي يوتيوبر تاني ممكن يتفق معايا فيها، إنه اليوتيوب مش عادل. أنا واثق إن الجملة اللي فاتت دي خلت كتير منكم يتذكر عدد محاولاته اليائسة للنجاح على المنصة دي. لكن لما بقول اليوتيوب مش عادل، أنا بتكلم عن اللي وصل قبل اللي ما وصلش. معاكم لوريم أو خالد، والنهاردة هنتكلم عن ليه اليوتيوب مش عادل. طيب خلينا ما نروحش بعيد. الشخص اللي أنا استخدمته كمثال في الانترو اللي انتوا لسه شايفينه ده محمود إسماعيل. يا نهار ابيض، اي صانع محتوى موجود في مكان هنا وفاهم الدنيا ماشيه ازاي بيسمع الاسم ده كده بيرن في ودنه. اي حد عنده ولو نبذه صغيره عن صناعه المحتوى شاف فيديوهاته مش هيحتاج يفكر عشان يقولك ان هو شخص مبدع مجتهد. واخيرا تالت حاجه واللي خلتنا اتكلم عنه، مظلوم. طيب انت ممكن تتساءل ازاي شخص عنده 9000 سبسكرايبر يقول على شخص داخل على 1,000,000 مظلوم؟ بص، انا عارف ان هو ارقامه مش سيئة للدرجة دي، وعارف ان هو بيجيله سبونسرز ومش معتمد على اليوتيوب بشكل كلي، بس برضو لما بكون بتفرج على فيديو ليه كده بحس انه something is off. بتساءل عن كذا حاجة صراحة وانا بشوف فيديوهاته. هو الفيديو وصل للجمهور الصح؟ طيب هو اليوتيوب حابب اللي هو بيعمله زي ما احنا حابينه؟ ولو السؤالين دول اتجاوب عليهم بأيوة، يبقى في سؤال تالت أهم منهم. ليه محمود إسماعيل عالق في مرحلة 900,000 للمليون من ساعة ما كان بيعمل فيديوهات مع شهاب أحمد من 8 سنين؟ بجد يعني في حاجة غلط في الموضوع. البرو مؤهل إنه يمثل مصر في صناعة المحتوى، وعلى الجانب الآخر اليوتيوب على ما يبدو doesn't give a shit about it. انت كيوت والله، بس مش نوعي المفضل في البنات. اللي عايز اقوله في نقطة محمود اسماعيل ان هو شخص ناجح ومعروف في المجال واسمه بس يشهد له، ولكن لما نيجي لجوهر الموضوع بعيدا عن الفلوس والربح وما الى ذلك، اليوتيوب مش مديله حقه كامل. ان انا اشوف فيديو عنده من 3 شهور او حتى من 5 شهور ومش جايب حتى 100,000، فدي حاجة تضايقني انا شخصيا. يعني انا بشوف ناس تانية ربنا يزيدهم ويوفقهم طبعا ممكن يعملوا ربع المجهود اللي محمود اسماعيل بيعمله ده مثلا، ويطيروا ويختموا لعبة اليوتيوب. ده بيخليني اقعد مع نفسي كده ببص على احصائيات مشاهدات قناتي اللي نازله تشرب من البحر، واتساءل بكل حزن، هو احنا غلطتنا ان احنا بنشارك حاجه ذو قيمه؟ هو احنا غلطتنا ان احنا بنعمل الحاجه بحب وشغف على عكس اي حد داخل واخد المجال سبوبه؟ اسئله بالفعل تقدر تحطم اي صانع محتوى على المنصه دي. من كام يوم طلع لي فيديو ليوتيوبر اجنبي كنت بتابعه كتير زمان، ويا للصدفه الفيديو اللي طلع لي ده بيتكلم عن المحتوى اللي انا كنت بتفرج عليه زمان في قناته. وبكل اختصار الفيديو كان عبارة عن المحتوى اللي انا كنت بعمله ده غيرته لانه كان بياخد مجهود كبير جدا، وفي الاخر بتشوفوه من دول عالم ثالث ودول فقيرة. دي حاجة مؤلمة، مؤلمة. حاسس انه كان ممكن يزينها اكتر من كده او يقولها بطريقة شيك او اقل ألما من كده. يعني تقريبا نفس الاحساس لما خطيبتك تقولك انا مش هكمل معاك عشان انت فقير وجربوع. لكن صدق او لا تصدق، انا مش بلوم الشخص ده، هو بس عايز يسترزق مقابل مجهوده. ولما انا اتفرج ولا حد من الهندي يتفرج على فيديوهاته ده بيضره في مصدر رزقه. هتقولي طب بلوم مين؟ هقولك مش عارف. اليوتيوب مثلا عشان بيتعنصر على الدول الفقيرة وبيحسب مشاهداتهم بسعر اقل من الدول العادية، ولا الشركات المعلنة اللي برضو ما فيش في ايديها اي حاجة. لان بكل بساطة لو انا من الشركات المعلنة مش هدفع مبلغ وقدره في اعلان بلاي ستيشن في دولة ما فيهاش 100,000 على بعضهم يقدروا يشتروا بلاي ستيشن. هتبقى حركة غبية جدا مني كشركة. طيب نلوم الدول اللي في ازمات تسببت في فقرها؟ مش منطقي. انت كده كأنك بالظبط بتقول لواحد انت ازاي جالك برد. انا متأكد ان انت سمعت اللي هقوله ده قبل كده في مكان ما، ولكن حابب اؤكد لك عليه. فوقك دلوقتي من فكرة اليوتيوب عادل او لا. life is not fair. الحياة مش عادلة من الاساس. وعايز اقولك اغلب الناس اللي انت سمعت منهم الجملة دي معاهم ايفون وعندهم عربية وعايشين عيشة مرفهة. بس احب اضمن لك ان انت المرة دي سمعتها من حد فقير. انا ما كنتش عايز اطلع بكاركتر على فكرة،
انا كنت عايز اطلع بوشي بس انا ما عنديش كاميرا. المهم نرجع لموضوعنا. اليوتيوب غير عادل. الاسباب اللي ممكن تخليك تفتح الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي ده وتكمل لغاية اللحظة اللي انا بتكلم فيها دلوقتي دي وانت ما تعرفنيش، هي اسباب سهل توقعها الى حد ما. ممكن يكون مجرد فضول عادي، او ممكن اتظلمت من اليوتيوب، او شايف انك اتظلمت من اليوتيوب، اشتغلت على حاجة او اكتر من حاجة وما جابتش النتائج اللي انت كنت متوقعها، فعايز تثبت لنفسك قبل اي حد ان اليوتيوب مش عادل. ولكن زي ما قلت لك life is not fair. الحياة باكملها مش عادلة، مش بس اليوتيوب حتى لو غير عادل فهو غير عادل بطريقة منطقية. انا كيوتيوب ممكن اموت القناة دي او اعمل الشيء ده هنا عشان القناة التانية دي تنجح، لان هما في نفس النيش بتاع المحتوى. فانا بشوف مين الاولى بالدعم او البوست بتاع يوتيوب وديه هو الدفعة. انا شخصيا ساعات بحسها كده، بحس ان اليوتيوب بيعمل تصفيات او حاجة كده، ولما بيكون في شخص جديد بيلمع بيكون في شخص تاني بينطفي. فحتى لو اليوتيوب غير عادل فهو غير عادل بطريقة منطقية، لأن زي ما قلت لك أنا كيوتيوب مثلا بدي 20 سنت على كل 1000 مشاهدة في الدولة دي، لأن الدولة دي مش هتجيب مع المعلنين مش هيلاقوا إقبال كبير من الدولة دي لأنها دولة فقيرة. مفيش حد منها هيقدر يشتري المنتج اللي بيعلنوا عنه أو يشترك في الموقع أو في الخدمة بتاعتهم، فبالتالي بيدفعوا لليوتيوب أقل، وبالتالي أنت بتاخد ملاليم. إنما الحياة بشكل عام فهي مش عادلة بأكملها. في فرعيات من الحياة ممكن تلاقيها منظمة وفي عدل وما إلى ذلك، ولكن عن نفسي أنا شايف إن أغلب الحاجات في الحياة مش عادلة. بعد ما أكدت عليك وفكرتك بنقطة إنه أصلاً الحياة مش عادلة، مش عايز ده يحبطك أو يقلل من معنوياتك، وعايزك تعرف إنه مفيش حاجة اسمها أنا اتظلمت نقطة وخلص الكلام. لو حد مثلاً زي محمود إسماعيل مشي بمبدأ زي ده ما كانش هيكمل لغاية اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي دي، مع إنه أنا شايف إنه من أكتر الناس اللي شغلهم رهيب جداً وإن هو مظلوم مقارنة باللي بيقدمه. سواء في يوتيوب أو غيره، سواء فشلت أو اتظلمت، ده ما يمنعكش إنك تبدأ من جديد، تحاول من جديد، لأنه صدقني مش هيدمرك غير إنك تقعد مكانك وتقول لنفسك إنك اتظلمت أو فشلت. وحقيقي الكلام ده أنا بقوله لك مش بس كتحفيز أو حاجة، أنا بقوله لك عشان أنا وقعت فيه قبل كده. لو بصيت عندي الفترة دي في اليوتيوب ستوديو غالبا هتطلع عندك كتاب، ولكن مع ذلك أنا شايف إن الموضوع مسألة وقت والدنيا ترجع طبيعي، وإلا ما كانش زماني بعمل لك الفيديو ده دلوقتي. فنرجع لسؤالنا الأول والأساسي، ليه اليوتيوب مش عادل؟ بكل بساطة عشان اليوتيوب شركة، زي أي شركة بتحاول تطلع أكبر ربح ممكن حتى لو ده على حساب صناع المحتوى اللي هي تظلمهم. كنت عامل فيديو قبل كده عن إن اليوتيوب محدش فاهمه واتكلمت فيه عن كذا حاجة، تقدر تدوس عليه دلوقتي تشوفه من على اليمين أو الشمال. لكن اليوتيوب مش بس محدش فاهمه، بل محدش يقدر يعترض على سياساته أو الطريقة اللي هو ماشي بيها، وحتى لو ده حصل فمش هيغير حاجة. وبالمناسبة أنا ذكرت الفيديو ده لأني حابب أوضح كام حاجة محتاج أوضحهم من ساعة ما عملت الفيديو ده، مش عايز حد يفهم غلط. أنا متواجد على المنصة دي كمستخدم وكصانع محتوى من فترة كبيرة وكل حاجة، ولكن أنا مش شايف إنه ده معناه إني أنفع أرشدك أو أنصحك في حاجة تخص المجال، لأنه كتير بيقول لي اتكلم عن نصايح وحاجات تخص صناعة المحتوى وما إلى ذلك، بسبب إني بس عملت فيديو اليوتيوب محدش فاهمه ده، واللي كان بس مجرد رأي في كام حاجة عن اليوتيوب. وبشكل عام أنا مش عايزك تعتبرني مصدر أساسي، لأنه أغلب الحاجات اللي بقولها في القناة دي بتكون مجرد رأي شخصي. بكل اختصار اليوتيوب غير عادل، بس من امتى كان في حاجة عادلة؟ عاوز تحقق حاجة اشتغل عليها بإيدك واسنانك، ولو فشلت اشتغل على حاجة تانية برضه بإيدك واسنانك، وصدقني في مرة من المرات هتوصل اللي عايزه. أحب أقدم شكر خاص للمنتسبين في القناة واللي هم حاليا أنس ويوسف، وكمان أحب أشكر كل حد مشترك في القناة، سواء الدعم جيد أو سيء في أي فترة اشتراكك يعني لي الكثير. ولو لسه جديد ما تنساش تشترك عشان عاوزين نوصل ل10,000 في أقرب وقت ممكن. كان معاكم لورم أو خالد، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويلا سلام.